غفير بيعتدي على طفلة عندها 9 سنين في شبين القناطر. تعال اقول لك ايه اللي حصل، واستكمالا للعته اللي بقينا نشوفه الناس الكبيرة اللي بتعتدي على اطفال صغيرين. البنت دي في تالتة ابتدائي، عندها 9 سنين، ساكنة في قرية تبع شبين القناطر القليوبية. البنت نزلت من البيت رايحة تجيب حاجة من السوبر ماركت أو البقالة. قابلت الغفير ده شغال تبع شركة مقاولات، والمشكلة إن بنته تعرف البنت دي. الغفير شاف البنت وهي ماشية، راح ادالها فلوس، قال لها هاتيلي حاجات، واستغل ان بنته تعرفها، فبنته اصلا كانت بتستدرجها. طبعا لما راحت جابت له الحاجات، خد منها الحاجة وهددها بآلة حادة واعتدى عليها. مش ده اول موقف، كمان ده في موقف تاني. البنت كانت رايحة درس دين، برضه وقفها وهددها واعتدى عليها بآلة حادة واعتدى عليها جنسيا، وقال ان هو انت لو اتكلمتي هقتل ابوكي وهقتل عيلتك كلها. بنته اللي كانت بتستدرجها كانت بتروح لها لغاية البيت وتجيبها لابوها. فاهلها طبعا استغربوا، قالوا لها انت ليه بنت الغفير بتيجي لغايه عندك كده وتاخدك من البيت؟ البنت سمعت السؤال ده انهارت من العياط واعترفت بكل حاجه، واهلها طبعا بلغوا الحكومه، وجت قبضت على الغفير ده وتحول للنيابه علشان ياخد جزاؤه. الغريب في الموضوع اللي انا دايما بطلع اكلمكم عليه، الاهالي اللي مهملة لاولادها وبناتها، سايبين بنت صغيرة تروح وتيجي براحتها من غير ما حد يروح معاها، وادي النتيجة. ومش مرة، ده اكيد حصل كذا مرة. فانا معرفش ليه الاهالي بيبقوا نايمين على ودانهم. الله اعلم. قصة الطفل ياسين وقصة البنت اللي عندها 9 سنين، ولسه هنسمع قصص تاني كتير طالما الاهالي نايمين على ودانهم. انتوا بقى قولولي وجهة نظركم في الموضوع ده في كومنتات.